بيتكلم فيلمنا النهاردة عن عالم الجنيات، وبطلة فيلمنا النهاردة جنية اسمها زيرينا، وبتشتغل في مصنع لغبار الجنيات السحري اللي لما بيترش على اي حاجة بيخليها تكبر. وبعدها بنشوف زيرينا اللي بتسأل صاحبتها في المصنع وبتقولها ليه الغبار ده بيعمل كده، بس زمايلها ما بيكونش عندهم رد، فهي بتستغرب انهم ازاي عمرهم ما فكروا في الموضوع ده. وبعدها زيرينا بتسأل مديرها في الشغل وبتسأله ليه بيحطوا 26 نقطة بدل 25 مثلا، وايه اللي ممكن يحصل لو حطوا مثلا 27 نقطة من الغبار. فمديرها بيقول لها انها اكتر جنية فضولية هو شافها في حياته، هو بياخد وقتها الغبار الازرق وبيحطه على الغبار الذهبي لانه بيحفزه وبيخليه اقوى. وبتقوله زيرينا انها بتنبهر بالمنظر ده زي كأنها بتشوفه اول مرة. وبترجع بعدها بتسأل مديرها لو في الوان تانية من الغبار، فبيقول لها مديرها ان مفيش غبار محفز غير اللون الازرق. فهي بتقوله انه مش لازم يدوروا في الطبيعة وانهم لازم يصنعوه بنفسهم. فبيحذرها مديرها وبيقول لها انهم ما ينفعش يلعبوا بالغبار لانه قوي جدا. فبتقوله زيرينا انهم لازم يكتشفوا قدراته. فبيقول لها مديرها ان هم يحموا الغبار وبس، ويعرفوا قياسه وتوزيعه، ودي مهمتهم وبس. ووقتها زيرينا بتطلع الاسورة بتاعتها وبترميها في الغبار من ورا مديرها، واول ما بتوصل للغبار الازرق بتنط بسرعة في كل مكان لحد ما بتخبط في مديرها اللي بيتعصب عليها وبيتضايق، وبيقول لها ان هو محرم عليهم ان هما يلعبوا بالغبار. وبعدها زرينة بتتضايق وبتدخل اوضتها اللي هي حولتها المعمل، وبتبص في كتابها اللي هي كاتبة فيه نتائج اختباراتها، وبتبص برضو على التجربة اللي هي عايزة تعملها، وانها محتاجة بذرتين من عباد الشمس مع حبة رحيق من زهور القمر مع شوية من الغبار الازرق. وبتكتشف بعدها انها نجحت في التجربة، فبتروح بسرعة لصديقتها تنكر بان وبتقول لها انها عايزة توريها حاجة بس لازم تعرف ان كل الناس بتكسر القواعد. وبتاخدها بعدها لأوضتها وبتوريها التجربة وانها تقدر تتحكم في الضوء. فبتتفاجئ صديقتها تنكر بين جدا وبتقول لها انها حارسة للغبار مش جنية للضوء. وبعدها زيرينا بتوريها الغبار البرتقاني اللي هي عملته، وبكده هتعرف قدرات الغبار كلها. ولما صاحبتها بتسألها عن رأي مديرها في التجربة بتقول لها زيرينا وقتها ان هو ما يعرفش اي حاجة عن التجربة. وبتندهش تنكر لما بتعرف انها بتستخدم الغبار الازرق في تجاربها. وبعدها زيرينا بتوريها تجربة انها بتحول الغبار للون البنفسجي، ووقتها بتقدر تتحكم في الرياح. وبعدها بتقدر تعمل غبار لونه وردي. فبتخاف تنكر وبتقول لها ان كل اللي بيحصل ده خطر علينا. وفجأة بيقع الغبار اللي عملته زيرينا على نبتة صغيرة، وفجأة وقتها المكان كله بيتهز والنبتة بتكبر بشكل غريب لدرجة انها بتطلع من البيت وبتدخل في كل البيوت اللي موجودة في المدينة لغاية ما بيوصل لمديرها وبيشوف عليه الغبار الوردي اللي هي عملته زيرينا. اول ما بتروح له بيتعصب عليها وبيرفدها من الشغل وبيقول لها ان هو حذرها قبل كده من اللعب في الغبار. وبعدها زيرينا بتلم حاجتها وبتقرر تمشي من الشغل. وبعد ما بيعدي سنة بيحصل مهرجان للفصول الأربعة، وبتتحمس وقتها كل الجنيات علشان يخش المسابقة. ووقتها بنشوف تنكر وهي بتصلح العربية اللي هيمشي فيها الجنيات. وبتبدأ بعدها المسابقة وبيتحمس كل الحضور، بس واحد فيهم اسمه كلينك بيقوم علشان يدخل الحمام. وقتها بيدخل الجنيات علشان العرض الأول. وقتها بتدخل زيرينا ومعاها شوية زهور وبتفتحهم قدام الحضور، وبينزل منهم غبار لونه وردي بينيم كل اللي موجودين ما عدا كلينك اللي لما بيرجع مش بيفهم ايه اللي حصل. وبيسمع وقتها صوت الجنيات جوه العربية محبوسين، فبيروح بسرعة علشان يخرجهم. وأول ما بيطلعوا بيكتشفوا ان كل اللي موجودين نايمين. بعدها الجنيات بيسألوا كلينك لو كان شاف زيرينا، بيقول لهم انها راحت ناحية المستودع اللي فيه الغبار المسحور. ولما بيروحوا المستودع بيعرفوا ان زيرينا خدت كل الغبار الأزرق. فكل الجنيات بيترعبوا لان الشجرة مش هتقدر تطلع غبار جديد من غير الغبار الازرق اللي بيحفزها وبيقويها. وقتها تنكر بتقرر انها تروح تدور على زرينة، وبتقول لكلينك ان هو يفضل موجود علشان يخلوا باله من الموجودين خصوصا جنيات الشتاء. وبتقول وقتها واحدة من الجنيات ان الغبار الازرق ليه اضاءة قوية، انهم لو قدروا يوصلوا له هيوصلوا لزرينة.
وقتها بيشوفوا مركب عليها القراصنة ومعاهم الغبار الأزرق رايحين على سفينة ضخمة، فبتفهم الجنيات إن القراصنة خطفوا زرينة، فبتروح بسرعة الجنيات على المركب وبيستخبوا في الطرف بتاعها. وقتها بيسمعوا القراصنة هما بيتكلموا مع حد، وبتظهر وقتها زرينة في وسطيهم وبيقولوا لها يا قبطانة. بيعرفوا انها مش مخطوفة ولا حاجة وان دي فكرتها، فبتقول لهم تنكر ان هم يركزوا على الغبار علشان ياخدوه ويرجعوا مدينتهم، وبينجحوا فعلا الجنيات ان هم ياخدوا الغبار، بس زيرينا بتجري وراهم. وقتها تنكر بتسألها انها ليه عملت كده وسرقت الغبار، بس زيرينا ما بتردش عليهم وبترمي عليهم غبار ملون بيوقعهم، وبتاخد منهم الغبار الازرق وبتطير. ولما بيطلع النهار كل الجنيات بيفوقوا وبيكونوا مش فاكرين اي حاجة. اول ما تنكر بتلمس المية بتغرق كل المكان، وفجأة بيظهر ضوء شديد بيغمي عينيهم وحشرات كمان. وبعدها تنكر بتفهم كل اللي حاصل وبتقول لهم ان زرينة بالغبار اللي هي رشته عليهم غيرت قدراتهم كلهم، وان تنكر بقت جنية مية، وان في واحدة تانية بقت جنية حيوانات، والتالتة بقت جنية ضوء. وبتطلب باقي الجنيات من تنكر انها تقسم المية نصين علشان يقدروا يخرجوا من المكان اللي ورا الشلال. واول ما بيخرجوا بيشوفوا قدامهم تمساح صغير بيخرج من بيضة وبيحضن الجنية اللي قدامه بعد ما كانت مرعوبة منه. وقتها واحدة من الجنيات بتقول ان سفينة القراصنة اختفت. وقتها تنكر بتطلب من جنية اتحولت لجنية طيران انها تبص على السفينة وتعرف مكانها، وبترجع فعلا الجنية بعد ما بتعرف مكان السفينة، وبتقترح وقتها ان هما يستخدموا بيضة التمساح كسفينة. واول ما بيوصلوا بعدها الجنيات لسطح السفينة وقتها بيسمعوا القراصنة قصتهم مع زرينة وازاي اتعرفوا عليها، وان هما قابلوها من سنة لما كانت سفينتهم عطلانة وإنها ساعدتهم بقدراتها السحرية. وبعدها السفينة بتوصل لمكان على شكل جمجمة، وبعدها بيشوفوا الجنيات الشجرة المسحورة. وقتها الجنيات بيعرفوا ان زرينة زرعتها علشان تصنع الغبار. ولما السفينة بتقف بتقرر الجنيات ان هم يروحوا علشان ياخدوا الغبار الازرق، بس وقتها بيقابلوا فار وبيتخضوا منه، بس بتعرف جنية الحيوانات انها تتعامل معاه وتبعده عنهم. وبعدها بيلاقوا واحد من القراصنة بيحاول يدخل لزرينة اوضتها، فبيحاولوا يدخلوا هم كمان قبل الباب ما يتقفل. وقتها بيسمعوا القرصان وهو بيتكلم مع زرينة ان الغبار الازرق ازاي قوته كبيرة كده، فبتتلهى زرينة في الكلام معاه، وبيحاولوا الجنيات ان هم ياخدوا الغبار من على الترابيزة، بس زرينة بترجع تاخده وبتطلع بره الأوضة. بتطلع الجنيات وراها علشان يلحقوا الغبار الأزرق قبل ما تحطوا زرينة في الشجرة. ووقتها واحد من القرصان بيقبض على الجنيات بعد ما بيشوفهم. وقتها تنكر بتتكلم معاها وبتقول لها انها لازم ترجع معاهم لان ده مش وطنها، بس زرينة بترفض وان القراصنة بيقدروها اكتر، وبتؤمر القراصنة ان هم يحبسوا الجنيات في قاع السفينة. ولما بيحاولوا يهربوا القرصان بيشوفهم وبيرجعهم مكانهم. وبنشوف بعدها زرينة بعد ما حطت الغبار الازرق في الشجرة اللي نتج عنه الغبار الذهبي السحري، وبترش وقتها حبة من الغبار على واحد من القراصنة اللي بيطير بعدها، وبيكون مش مصدق نفسه، بس بعد كده بيتعود. ولما بيكتشف ان هم خلاص مش محتاجين لزرينة في حاجة بياخدها وبيحبسها وبيحطها جوه علبة، وبيفتح بعدها الخريطة للمكان اللي هو عايز يروح له، وبيتكلم عن الانجازات اللي هيحققها بالغبار السحري. وبعدها بنشوف الجنيات التانيين وهم بيتخانقوا مع بعض، وبسبب صوتهم بيتعصب عليهم القرصان. وبعدها بيشوفوا التمساح الصغير وبيحاولوا يستدرجوه علشان يطلعهم من الحبسة دي، وبينجح فعلا ان هو يطلعهم من العلبة. وبتبدأ الجنيات ان هم يلبسوا زي واحد من القراصنة علشان يعرفوا يتحركوا في السفينة، وبيعرفوا يوصلوا للشجرة وبياخدوا منها الغبار الازرق. بس جيمس بيطلب منهم ان هم يرجعوا الغبار والا هيقتل زرينة، فبتروح تنكر وقتها علشان ترجع الغبار. ووقتها الغبار الذهبي بينتشر على السفينة كلها علشان تطير. وبعدها جيمس بيرمي زرينة في المية، فبتحاول الجنيات انها تنقذ زرينة قبل ما تغرق. ولما بيطلعوها بتستغرب زرينة انهم انقذوها من الموت، وبتتأسف لهم وبتقول لهم ان القراصنة رايحين لمكان اسمه النجمة التانية، فبيقرروا وقتها ان هما يتتبعوا القرصان. وبعدها الجنيات بيخشوا السفينة وبيأمر جيمس القراصنة ان هما يحاربوهم، وبتروح زرينة لجيمس وبتحاول تحاربه بسيفها،
وبتعرف باقي الجنيات ان هم يغيروا مسار السفينة، فبيتعصب جيمس جدا وبيأمر القراصنة ان هم يقتلوهم، بس الجنيات بيعرفوا ينتصروا عليهم وبيوقعوهم كلهم من عليها. وبتعرف زيرينا انها تاخد الغبار الازرق بعد ما وقع من جيمس، بس بيظهر بعدها جيمس من تاني وبياخد منها الغبار، بتاخد زيرينا حبة منه وبتحدفه عليه، وقتها بيطير بسرعة رهيبة وما بيعرفش يسيطر على نفسه. تنجح الجنيات ان هم ياخدوا الغبار الازرق. وقتها زيرينا بتطلب من تينكر ان هي اللي ترجع الغبار الازرق لمكانه، وبتقرر انها تسيبهم وتمشي، بس كل الجنيات بيطلبوا منها انها ترجع معاهم، فبتفرح جدا وبتوافق. وبعد ما بيرجعوا كلهم للمدينة بيرموا غبار من تاني على الناس اللي نامت علشان يصحوا، وبيروحوا للملكة وبيدوها الغبار الازرق. وبعدها المدير لما بيشوف زيرينا بيحضنها، والجنيات بيحكوا للمدير عن شطارة زيرينا في مضاعفة الغبار، ووقتها الملكة بتوافق على افكار زيرينا مادام هتفيد المجتمع، وبيرجعوا يعملوا المهرجان من تاني، بس المرة دي بشطارة زيرينا اللي كلهم بينبهروا بيها وبشطارتها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.